ايوه. نيافتك ايه اخبار المعتقلين؟ في اولاد كتير ممسوكة. 15 واحد المعتقلين حتى الان. ايوه. طلعت لهم جوابات اعتقال ولا معتقلين كده جدعانة يعني؟ لا، في الغالب جوابات بتاريخ 8/1/2010. ليهم محامين بيدافعوا عنهم؟ ليهم قضية ولا؟ في محاميين للمعتقلين، في محامين لقضية القتل والتجريح. ايوه. في محاميين لجرجس. ايوه. لا، الاولاد المعتقلين دول اصل سنهم صغير واهاليهم برضو قلبهم محروق وبيبكوا كده. هو انا جبت بيان فيهم لعل وعسى الاقي حد اقل من ال 20 سنة. لقيت كلهم فوق ال 20 ما عدا واحد بس سنه 18، فكتبنا مذكرة بيان ورفعناها لوزير الداخلية وتتعب. ايوه. طب دول معتقلين ليه يا سيدنا؟ بيساوموا بيهم ولا عملوا ايه؟ هو اللي حصل يوم الاحداث والاولاد في المستشفى، كان حصل ان نتيجة اثارة اعصاب وتعب اعصاب وتعب نفسي في الاولاد. الاولاد قاموا برمي طوب على المستشفى، الكلام ده كله، فحصل فيها تكسير. وحصل في تكسير في عربية اسعاف والكلام ده كله. النهاية كان اقدر اقول ان هي رد فعل. اقدر اقول ان هي رد فعل، لان يوم ما قبضوا 75 واحد اتصفوا على 15. في حد من المسلمين ممسوك معاهم ولا بس 15 مسيحي؟ واخدين 20 مسيحي مسلم، خلاف ما خدوه بعد كده من المسلمين. ايوه. يعني في 15 مسيحي و20 مسلم معتقلين. و20 مسلم. ايوه. في امل ان دول يطلعوا قريب يعني؟ قضوا فترة طويلة كده عشان طوبة ضربوها يعني. احنا حاليا ماشيين عن طريق القضاء وبعض الشكاوي للمسؤولين. يقال ان في اتلاف للعينات اللي خدها الطب الشرعي من جسد الشهداء، وان في لخبطة في العينات دي. هل الكلام ده مظبوط؟ تقرير الطب الشرعي بالنسبة لجثث الشهداء، تقرير الطب الشرعي كالاتي: ان القذائف التي وجدت باجساد الشهداء هي الرصاصات الموجودة في نفس السلاح المستخدم. في نفس السلاح، يعني مفيش لخبطة في العينات والطب الشرعي ماشي مظبوط؟ لا مش مظبوط. طيب رئيس مجلس الشعب أدلى بحوار للBBC بيقول ان البنت اللي اغتصبت او تدعي ان هي اغتصبت ماتت. هذا هو اعلان جاهل غير حقيقي. البنت على قيد الحياة وموجودة بيت ابوها. ابعتوا شوفوها بيت ابوها في الشقيفي. قيد الحياة. يعني بصراحة كان شيء مذهل ان رئيس مجلس الشعب مش عارف اذا كانت ميتة ولا عايشة. اللي اعلنه رئيس مجلس الشعب هو عبارة عن تبليغ من احد اعضاء مجلس الشعب اللي موجودين في دائرة نجا حماد. فهو اخذ الكلام المنقول، انه كلام غير حقيقي، الا اذا كانوا ناويين يموت البنت عشان يبقى الكلام صح ويحاول الدنيا تيجي تاني. قضية جرجس وتضارب الأقوال، احنا قرينا ورق التحقيقات بدقة شديدة وفحصناه، وجدنا أكتر من 3-4 قصص مختلفة وتضارب في التحقيقات بين النيابة والبوليس. هي ايه حكاية جرجس ده بالظبط؟ يا باشا انت زي ما قريت القضية كل الناس قروها وكل الناس لهم رأي، واحنا منتظرين رأي القضاء العادل. ايوه. يعني ربط رهيب بين احداث نجا حمادي قتل الشهداء وما بين قضية مشكوك فيها لواحد مشكوك ان هو عمل اصلا. حاجتين مختلفتين لاشخاص مختلفين في بلاد مختلفة. لماذا يصر الجميع من نائب عام لمجلس شعب لامن لصحافة ان احداث نجا حمادي علشان خاطر واحد اغتصب واحدة او كان هيغتصب واحدة في بلد تاني؟ ليه الإصرار على الربط بين القضيتين؟ صدقني يسألوا في هذا الأمر هم المسؤولين اللي بيحللوا الأمور اللي هم مش عايشين معانا في دائرة الأحداث. نيافة الأنبا تنظر ربنا وجود. حق كل واحد حقه. نيافة الأنبا كرولوس، أنا هتابع يعني هنعود من جديد نتابع مع نيافتك. احنا كنا سايبين نيافتك ترتاح شوية بعد الضغط العصبي الرهيب، وانت قمت بدور رائع الحقيقة. اظن سيادتك كلمتين. ايوه فندم. ايوب الصديق قال مولود المرأة قليل الايام وشبعان تعب. ايوه فندم. واحنا كتب علينا التعب.
نيافة الأنبا كرولوس، ايه رأيك في تغطية نشرة الأخبار القبطية للأحداث؟ لا، هي بتدي الحقائق. يعني انت راضي عن التغطية بتاعتنا؟ انا محتاج حد يسمعني. واحنا خدامين لما جريدة الأنباء الدولية في مصر دي قبل ما تطلع، ما ليه ما خدعتش الرقابة الصحفية، وليه ما جريتش بقدم ما تنزل الشوارع وتشوه في صورة البابا وتشوه في صورة رئيس الوزراء وتشوه في مش عارف مين وتشوه فينا؟ ليه احنا قاعدين فين؟ يا حرية الصحافة تخلي العالم غابة. واحنا خدامين نيافتك، انت بس اطلب واحنا تحت امرك. شكرا خالص، شكرا. متشكرين نيافتك، واذكرني في صلواتك. كويس، ربنا معك. مع السلامة.